عجل البنك المركزي المصري يرفع الفايدة 6%. الكلام ده مثلا من حوالي تلت ساعة ولا حاجة من وقت تصوير الحلقة. يعني رفعها 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي. طيب ايه القصة؟ احنا هنتكلم ايه على بيان البنك المركزي المصري. ده يمكن اكتر حاجة شرح الموضوع بالتفصيل وبتدينا لمحة الفترة الجاية ايه اللي هيحصل بالظبط. طيب يمكن احنا كنا اتكلمنا كده في فيديو يعني عملناه من يومين او من 3 ايام عن ان التعويم هذا الاسبوع. طيب خلينا بقى نتكلم بقى على اجتماع البنك المركزي المصري اللي بيوضح ملامح الموضوع دوت. هل مثلا ممكن يبقى فيه شهاده جديده ولا لا؟ هل يعني ممكن يبقى فيه موضوع بقى التعويم ايه اللي هيحصل؟ هنتكلم فيه دلوقتي. بس طبعا بعتذر على جوده الفيديو دي، بس طبعا النور قاطع فانا مش عارف اصور خالص فايه، فاضطريت اصور بالطريقه دي. طيب خلينا نتكلم بقى على اجتماع البنك المركزي. آه، طلع البيان الصحفي على موقع البنك المركزي المصري. البيان الصحفي بكل بساطه شديده بيقول لك ايه؟ ان هو مش عارف تاثر الاقتصاد العالمي في الاونه الاخيره كذا كذا مما ادى لظهور ايه بقى؟ سوق موازيه لسعر الصرف وتباطؤ النمو. واستمرت التداعيات اللي هي الخارجيه الناجمه عن الضغوط التضخميه في ايه؟ تراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتاليه. طيب كل ده كلام كلام كلام. مهم ايه؟ ادت بقى تحركات سعر الصرف الناجمه عن ذلك بالاضافه لارتفاع الاسعار للسلع الاساسيه بجانب ايه؟ صدمات العرض المحليه. وده طبعا ادى لايه؟ لاستمرار ان في تضخم كبير جدا جدا، وده اللي احنا شفناه ان اسعار البيض بقت بكام واللبن بقت بكام والكلام ده بالظبط. طيب نخش بقى في الحته الايه المهمه قوي قوي قوي. طيب يؤكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الاسعار على المدى المتوسط. وتحقيقا لذلك قال لك ايه بقى؟ يلتزم البنك المصري البنك المركزي بمواصله جهوده للتحوط نحو اطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال ايه بقى؟ الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسه النقديه، مع السماح لسعر صرف مرن. اهو هو اللي قايل السماح لسعر صرف مرن ايه بقى؟ ان يتحدد وفقا لآليات السوق اللي هي آليات ايه؟ العرض والطلب. يعني ايه؟ يعني سعر الجنيه مش هيبقى دلوقتي ايه؟ سعر الدولار اسف، مش هيبقى 30 92 30 90، لا هيتغير طبعا. هيبقى ايه؟ على حسب احنا توقعنا في كذا حلقه قبل كده وقلنا ممكن يبقى ايه؟ يوصل 40 جنيه عشان خاطر ايه بقى؟ عشان خاطر وذلك من بتاع دوت. وده يعتبر توحيد سعر الصرف اجراء بالغ الاهميه، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الاجنبي في اعقاب اغلاق الفجوه بين سعر الصرف السوق الرسمي والموازي. يعني خلاص الكلام اهو بيقول لك اهو ان خلاص هيبقى ايه؟ هيبقى في يعتبر تغيير لسعر الصرف. طيب فهذا الصدد بقى قال لك ايه؟ طبعا خلاص هو قال لك ان دلوقتي احنا رفعنا اسعار الفايده الرسميه 600 نقطه اللي هي 6% عشان توصل ل 27 وربع 28 وربع 27 75 على الترتيب ده. ايه سعر الائتمان؟ سعر العائد والايراد. طيب قال لك بقى ايه؟ قال لك بقى وطبعا احنا كنا رفعنا قبل كده 200 نقطه والكلام دوت. وتاتي هي بقى برضو الجمله دي بقى مهمه. انا بعدي لك الحاجات اللي هي ممكن ايه عادي يعني، بعدي لك بقى وبجيب لك الحته المهمه اللي انا شايفها في البيان. قال لك ايه بقى؟ تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. يعني إيه؟ وطبعا استعداد لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح. تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية تنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ببساطه شديده جدا هو خلاص احنا الاتفاق خلص ما بين بقى صندوق النقد وهم دول الشركاء الثنائيين صندوق النقد. وطبعا تم توفير التمويل اللازم ما بين مثلا جاي اللي جاي من صندوق النقد اللي جاي مثلا من الاماراتيين عشان صفقه راس الحكمه. فخلاص بقى في خلاص ايه؟ يعني خلاص في اتفاق، فخلاص في فلوس جايه، فخلاص احنا ايه؟ هنوحد بقى سعر الصرف. اما قال لك ايه بقى؟ اما قال لك ومن المرتقب ان يؤدي القضاء على السوق الموازيه للصرف الاجنبي الى خفض التوقعات التضخميه وكبح جماح التضخم، وبالتالي من التوقع ان يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط. يعني قال لك احنا النهارده لما نروح على سعر الصرف المفروض ايه؟ اسعار السلع ايه؟ هتقل، لان انت بتشتري السلع على ايه؟ على طبعا بتشتري السلع على 70 جنيه للدولار. طبعا انت البنزين والدواء والكلام ده انت بتحاسب عليه على اللي هو ايه؟ 31. فطبعا انت لما بتيجي تغير اسعار سعر الصرف اسعار الخدمات هتختلف. يعني ايه اسعار الخدمات هتختلف؟ يعني النهارده
سعر البنزين هيختلف، سعر الكهرباء هيختلف، سعر مثلا الغاز هيختلف، كل الاسعار اللي انت بتحاسب عليها، سعر طبعا رغيف العيش هيختلف، كل الاسعار اللي انت بتحاسب عليها اللي هي الرسميه، سعر الدواء هيختلف، كل الاسعار اللي هي كانت بتخش البنك المركزي بيدبر لها فلوس رسميا، لا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي لا خلاص هي يعني هتزيد. يعني متوقع طبعا الاسعار هتختلف في البنزين وكده. انما الاكل احنا كنا بنشتريه، البيض والكلام ده والاعلاف والحاجات دي كلها اللي كانت متسعره على 70 جنيه، والفرخه اللي كانت متسعره على اكتر من 70 جنيه للدولار، لا دي المفروض ايه؟ متوقع هتقل. المفروض الالبان متوقع يقل، وهو ايه؟ وحد سعر الصرف. وكمان ايه؟ وكمان ان هو وفر، بص دي اهم كلمه في الموضوع كله، ان هو وفر دولار طبعا المستوردين. فالبضائع خرجت، اللي هي البضائع المتراكمه في المواني خرجت. فبقى اي حد عايز دولار، هيبقى ايه اللي يحصل؟ اي حد هيبقى محتاج دولار هيجي يقول له اتفضل. بناء عليه تحويلات المصريين في الخارج هتيجي عن طريق البنك، لان خلاص مبقاش في سوق موازي، او بقى في فرق صغير. فانت هيزيد لك مثلا 10 مليار ولا حاجه تحويلات المصريين في الخارج. طيب بناء عليه ان انت هتحاسب على اسعار السلع، مش هيبقى بقى في سعر. طبعا العربيات هيقل، زي ما انت شفنا اسعار العربيات قعدت تنزل خلال الفتره اللي فاتت، اسعار العربيات هتقل، الكلام ده كله. طيب نيجي بقى لحته برضو شفتها مهمه جدا كده، قال لك ايه بقى؟ ومن المرتقب ان يؤدي احنا قلنا لا دي خلاص قلناها. طيب تؤكد اللجنه على اهميه الابقاء على مسار اسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم وبتاع دوت. طيب ده كده يعتبر كل اللي اتقال المهم في اجتماع صندوق، في بيان الصحفي للبنك المركزي المصري. طبعا متوقع نشوف شهادات جديده، متوقع نشوف شهادات جديده، اذا كان انت اصلا حسابات التوفير اول حاجه هتزيد. يعني انت هتلاقي في ممكن اجتماعات لجنه الاليكو اللي موجوده في البنوك النهارده وبكره. ليه؟ عشان خاطر هتبتدي يعني تشوف اسعار الشهادات اللي موجوده، هتشوف طبعا اسعار اللي هي الشهادات المتغيره هتزيد طبعا 6%. طب غير اسعار الشهادات اللي هي المتغيره، طب الودايع هتزيد، اذون الخزانه نفسها هتزيد. يعني الناس مثلا ايه، طبعا الحكومه اللي بتبتدي تطرح اذون خزانه مش هتبقى ب 30%، هي كان اخر طرح يعتبر داخل في ال 30%، 29 وحاجه 30. الكلام ده طبعا مش هتبقى 30، هتزود، لان الشركات والبنوك هتيجي تطلب تقول لك يا حكومه لا احنا محتاجين عائد اكبر، فهيضطر ان هو يعلي اذون الخزانه. فاحنا بنتكلم كده ان احتمال كبير جدا يطلع شهادات جديده، احتمال كبير جدا في خلال الساعات الجايه، احنا طبعا هنتابع مع بعض. احتمال كبير جدا في خلال الساعات الجايه ان هو يتم تغيير سعر الصرف وطرح شهادات جديده عشان خاطر يلم السيوله من السوق. وطبعا ده معناه ايه؟ ان هو دولار السوق السوداء هيقل. وده معناه ايه برضو؟ ان سعر الذهب هيقل، لان سعر الذهب كان متسعر على دولار السوق السوداء. ده كده كل التفاصيل. وبعتذر تاني على جودة الفيديو، يمكن والله يعني مفيش كهرباء، فطبعا انا ولا عارف اصور، مفيش نور يجي على وشي، مفيش لاب عارف اشحنه، الموبايل اصلا فاضل فيه 10%. فانا بعتذر تاني على جودة الفيديو دوت اللي احنا مش متعودين عليها في القناة. بس يعني انا حبيت انقل لكم الخبر حصري سريع، يا رب اكون قدرت افيدكم. واستاذنكم تعملونا بالسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. شكرا ليكم.